انت بتهزر لو فاكر ان اخوك هيسيبك كده تخش الدوري الانجليزي والفانتسي الجميل من غير ما يديك احلى تسريب. لا دي مش تسريبات انديه، دي تسريبات الفرقه اللي هتطلع ان شاء الله النهارده اول عالم في الفانتسي. فركز معايا كويس قوي عشان لو عايز تاخد منها حاجه هتبتدي بسيلز في حراسه المرمى. قبل ما نبتدي، عشان الناس اللي سالتني، ده الدوري بتاعنا، لو عايز تشاركنا فيه الدوري الافضل ان شاء الله، دوري فايتك كتير اللي دايما بيبقى فيه منافسه عاليه جدا زي ما شفنا السنه اللي فاتت. موجود معانا في الدوري ده الاول على مصر والثالث على العالم، وكانت حاجه يعني بسم الله ما شاء الله. فاكرني هسيبك ومش هنعمل حاجه للفانتسي؟ والله عيب. بص خلينا متفقين ان انا عارف ان انت هتقول لي فريمبونج اكيد هيبقى احسن من ايات نوري، بس كان لازم يكون معايا اي حد اكفر بيه من مانشستر سيتي، لان انا مش ضامن حد غير هالاند وانا مش هجيب. اعتقدش محتاج اشرح لك ليه فان ديفين. ممكن بعد اذنك في اخر الفيديو نستنى كده مع بعض وهشرح لك ليه الراجل ده، عشان مهم قوي قوي معانا. فرحان بنص ملعبي او بكلمكم بامانه يعني. اقول لك نصيحه اخويه، حاول تمشي بيها على الاقل خالص اول 10 جولات مثلا، وهي ان انت ما تجودش. يعني اللعيب اللي انت مش مقتنع بيه حتى بس ملكيته عاليه لازم يكون معاك في التشكيله، واولهم بالمر. انا مش مقتنع ببالمر فانتازيا يعني، انا عشان ما حدش بس يفهمني غلط، فانتازيا انا مش مقتنع بيه، بس ما ينفعش ان هو يكون اعلى لاعب تقريبا او تاني اعلى لاعب الناس جايباه وما تجيبوش في التشكيله. عايز تاخد ريسك هيبقى في لاعب او اتنين بحد اقصى، ولو هتختار فرقه تخش بدبل منها فاكيد هتبقى بطل الدوري الانجليزي. شبه نفس المبدا ده مع جو بيدرو، مع اني مش مقتنع بيه تماما، بس هو تقريبا اعلى ملكيه في اللعبه دلوقتي. انا عارف ان يوكيش، اكيتيكي، سيسكو مغريين جدا، بس احنا لسه ما شفناش منهم اي حاجه في الدوري، ولسه اللعيبه دي ما عندهاش خبره في الدوري، فممكن عادي جدا بنفس قيمه واتكنز تجيب اللعيبه دي بعد كده، خصوصا ان واتكنز عامل بري سيزون عالمي، ده غير ان هو جدوله سهل في الاول. الاثنين اللعيبه اللي انا خدت معاهم ريسكات، وهو مهاجم ليدز يونايتد ودورجو، وتعالى نتكلم عنهم كده واحده واحده. مبدئيا كده الراجل ده هداف الشامبيونشيب السنه اللي فاتت، ده غير ان هو عامل بري سيزون عالمي، فلازم اخد ريسك معاه بخمسه وخمسه بس، وبيلعب اساسي وهداف، يعني مفيش اسهل من كده. نيجي بقى للحاجه الاخيره واللي لازم كل موسم اديك هنتايه عليها كده قبل ما الموسم يبتدي، وهي دورجو. خلينا متفقين ان مانشستر يونايتد السنه دي غير، وهيعملوا اداء ان شاء الله كويس جدا ومش هيخرجوا بره التوب 5 باذن الله. ففكره ان يبقى في لاعب ليفت ميدفيلدر معتمد عليه اموريم، اللي هو مدرب كويس جدا وبيزيد كتير جدا، بيعمل عرضيات كتير جدا وساعات كمان بيسجل، كل ده ومحسوب على اللعبه مدافع وباربعه ونص بس، فده بالنسبه لي سرقه الموسم. وفكره ان مش ناس كتير جايباه ده ملوش اي معنى عندي، غير ان الناس دي ما بتتابعش مانشستر يونايتد، بغض النظر ان عنده اول ماتش ارسنال، بس بعد كده هتيجي تقول اخوك قال الراجل ده هيعمل موسم ان شاء الله كويس جدا.